السلام عليكم مدردسة. في هذا الفيديو حنتكلم عن نقطتين إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى حنتكلم ما قبل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو. المباراة يوم السبت، طبعا كلنا بنعرف إنه المباراة يوم السبت مباراة صعبة جدا 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 جدا. والنقطة الثانية بنتكلم عن إعلان قائمة المنتخب الإسباني، والتي لم تشهد تواجد اللاعب كاريراس لاعب ريال مدريد وظهير نادي ريال مدريد. وشايف انه الموضوع ده عمل لقط كبير جدا جدا عند الناس وعند العشاق لريال مدريد. فاذا وصلك الفيديو لا تنسى تضع مربوط الزر بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه المقطع في الجروبات حتى تكون الفائده. ولا تنسى تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهيا بنا للفيديو. يا الجيش الابيض، كلنا بنعرف انه المباراه القادمه لريال مدريد امام رايو فاليكانو العنيف. فريق عنيف جدا جدا جدا، فريق مدريدي عنيف جدا جدا. المباراه مقامه الساعه 6:15. المباراه مقامه في ملعب كامبو دي فيتبول دي إيكاس. مباراة صعبة جدا جدا، وكلنا بنعرف انه نادي ريو فاليكانو يعني مبارياته بالذات مع نادي ريال مدريد مباراة بتكون مشحونة، مباريات بتكون فوق جرينتا وفوق قتالية عالية جدا جدا جدا. ويكفي انه اخر 5 مباريات لريال مدريد امام رايو فاليكانو، اخر 5 لقاءات فاز ريال مدريد مرة وفاز رايو فاليكانو مرة، وثلاثة انتهت تعادلات. 3 ماتشات انتهت تعادلات من اخر 5 ماتشات. يعني إن دل يدل على انه فريق يعني النقاط الثلاثة ما بيتنازل عنها لآخر رمق في المباراة، لآخر دقيقة في المباراة. آخر دقيقة في المباراة فريق بيكون مركز جدا جدا، وفريق ما بيرمي المنديل، فريق عنيد جدا جدا. وريال مدريد كلنا بنعرف انه ريال مدريد جاي من خسارة صعبة جدا جدا، ومن نادي ليفربول الانجليزي في دوري ابطال اوروبا. وشفنا اللغط حول المباراة، وشفنا ال الانتقاد اللاذع الذي تلقاه تشافي الونسو مدرب الفريق. فالنادي محتاج للفوز حتى يصحح المسار وحتى يتشبث بالصدارة، وحتى يعني ما يترك مجال للمنافسين اللي من ورا واللي لحاقه من ورا. كلنا بنعرف انه في نفس اليوم فريق برشلونة حيلعب مع فريق سيلتا فيجو، وبنعرف انه فريق سيلتا فيجو فريق عقدة لنادي برشلونة. فانت لازم تفوز في المباراة دي، يعني احتمال برشلونة يتعثر، الفارق بينك وبين برشلونة يكون كبير جدا جدا. ريال مدريد القائمة بتاعت ريال مدريد يعني بتشهد غياب النجم تشاوميني، يعني تحددت اصابته. يعني اللاعب حيغيب عن الفريق زي 3 اسابيع ولا شهر على ما اعتقد. لكن يعني مع عودة ارنولد ففردي في الحته دي بخش مكان تشاوميني. وارنولد بيكون في الخانه بتاعته. فكده بيكون عندنا في خط الوسط بيكون عندنا جود بيلينغهام زائد اردا جولر زائد فالفيردي متاخر شويه بمهام دفاعيه اكتر شويه ويتقدم مع الفريق. قدام كلنا بنعرف انه يكون في مبابي، جنبه في فينيسيوس جونيور. وانا افضل انه المدرب في المباراه دي يا يبدا بابراهيم دياز يا يبدا برودريجو. ويخلي ماستنتوني شويه كده في الدكه لانه هو لسه صغير. لاعب حاسم زي رودريجو عايز لاعب مهاري زي ابراهيم دياز، لاعب مهاري. يعني ماستنتوني خامه جيده، بس المباريات اللي زي دي خليه، لانك انت في حاجه للنقاط اكثر من انك انت في حاجه انك تقدم اداء. ده دوري بيحسموه بالنقاط، بيحسموه بالنقاط، عرفت كيف؟ فالخط الخلفي انا شايف انه كاريراس، ميليتاو، هوسون، ارنوت، وراهم تيبو كورتوا. دي التشكيله المثاليه، وان شاء الله الفريق يكون مركز جدا جدا جدا. مباريات زي دي مباريات صعبه جدا جدا جدا، بكفي انك تفوز هدف واحد. المباريات زي دي بتنتهي بهدف واحد، وان شاء الله اللعيبه يكونوا في اليوم، يكونوا في الطب، يكونوا مركزين. دي مباراه بتتركز اكثر شيء على وسط الملعب. وسطك مليان تمام، لعيبتك في الطب، جود بينيغهام، فرفرتي، اردوغورر صاحيين، فينيسيوس ما دايرين استعراض، عايزين اداء، عايزين اداء. مبابي عايزين اداء. يعني الدفاع الورا ما قاعد يقصر، تبقى كورتوا ما دايرين توصيه. ففريق عنيف جدا 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 جدا. وان شاء الله النادي الملكي يصفر بالنقاط الثلاث ويوسع الفارق مع برشلونه ل 8 نقاط. وان شاء الله برشلونه في المباراه حقته امام سيلتا فيجو يتعثر. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المدرب الإسباني أعلن الغائمة عن اللاعبة المنتخب الإسباني التي شهدت تواجد اللاعب دين هايسون، ولكن ما شهدت تواجد اللاعب كاريرس. فشايف في انتقاد ولا شنو؟ كاريرس أفضل لاعب في العالم، ما كاريرس أفضل لاعب في العالم. يعني ما في واحد بيقول انه كاريرس ما لعيب، ما خامه كويسه، خامه كويسه وانسان لعيب. لكن المنتخبات بتنبني بالمنظومه.
بتنبني بالمنظومه. يعني انت عندك كوريا بتاع تشيلسي، لاعب معاك في المنظومه بتاعتك دي، لو فوق الست سنه فوق السبع سنه كسب بك البطوله بتاعت اليورو، كسب بك البطوله بتاعت اوروبا. يعني المنظومه يعني ما بتقدر تحمل انك تجيب لاعب تدخله في المنظومه بالسهوله دي. كريدس شفناه يعني ادى مع الفريق يا دوب يعني 3 شهور او شهرين، مقدم مستويات جميله جدا جدا، لكن ده ما بيشفع له انه تجيبه وتخطه في لاعب قديم في المنتخب، ولاعب يعني من ضمن ركيزه المنتخب الاسباني ككوريا، لاعب خاشي في المنظومه. فاللاعب الجديد داير وقت عشان يستوعب افكار المدرب، داير وقت عشان يستوعب التشكيله، داير وقت عشان يستوعب الحاجات دي. يعني كاريراس كونه ما استدعوه في المنتخب الاسباني ما معناته دي بتنقص من امكانياته، لا، دي يعني لاعب جميل جدا ولاعب خامته كويسه، وانا شايف دي حاجه محمده كويسه انه ما اختاروه في غابه المنتخب عشان اللاعب ياخذ غسط من الراحه الكافيه، وعشان اللاعب يقدم الحاجه اللي بتشفع له انه يخش المنتخب الاسباني. يعني ما معناتك انت يعني في كم مباراه مع ريال مدريد فزت يدخلوك في المنتخب الاسباني، لا، لسه اثبت نفسك، اخذ غسط من الراحه، ابذل قصارى جهدك، فان شاء الله يعني تكلل بالنجاح، وان شاء الله اجلا ام عاجلا تشوفوا كاريرس ضمن غائبه المنتخب الاسباني المشاركه في كاس العالم، وان شاء الله بتمنى له كل التوفيق. فما تنتقدوا اللاعب من حد هسه، يعني الاعلام هو اللي بيدمر اللاعب خلوه هسه حاليا مركز مع التيم ومركز مع النادي. المدرب لو اختاروا في المنتخب الاسباني حيأدي افضل اداء، لو ما اختاروا خلاص دي ما يعني ما بتنقص من امكانياته. اللاعب امكانياته كبيره ولاعب امكانياته ضخمه، لكن برضو عندك هناك كوريا لاعب قديم في المنتخب الاسباني، ولاعب يعني بيجيد المنظومه، ولاعب ما شاء الله عليه، ولاعب لعيب جدا جدا جدا. ولحد هون يا جيش مدريد وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تدعم اخوك الزول بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه المقطع في الجروبات. والسلام عليكم ورحمه الله.